وما أعظم حق الله على عباده سبحانه وتعالى. فإن نعمة الواحدة من أسرى نعمه تتقاصر جهودهم عن أداء شكر هذه النعمة. قول الله تبارك وتعالى: قل لعبادي يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سخر هذا الكون، سخر السماوات والأرض والجبال والبحار الشمس والقمر والليل والنهار ونعم كثيرة إن الله تبارك وتعالى عددها في كثير من آياته. كل هذه لأجل هذا الإنسان الضعيف وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تبارك وتعالى في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. عباده الذين اصطفاهم الأنبياء، وقيل الصحابة، والآية تحتمل الجميع، تتناول الصحابة وتتناول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من باب أولى. قال الله خير أما يشركون، هذا توبيخ لهم، لا مقارنة بين الله وبين هذه المعبودات الساقطة من الأصنام والأوثان وغيرها من المعبودات. هنا الخيرية ليست للفاضلة، وإنما لتوبيخ هؤلاء الجهل السفهاء الضالون والضالين. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذا فيه توبيخ لهم وتقريع للمشركين الذين يجعلون مع الله أندادا وعدلاء، يجعلونهم عدا لله تبارك وتعالى، وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.